أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. هذا عنوان الخبر: قرار منع الدراجات التريبورتور بالمغرب بسبب ما تشكله من خطر على أمن وسلامة المغاربة، وهذه التفاصيل. قبل ما نبداو ما تنساش دير جيم واشتراك باش تكون تلو اللي كيتوصل بالأخبار المغربية دائما. إلى التفاصيل. إذا كنت ترغب في الاصطياف بشاطئ عندياب لا تكترث لمشكل النقل العمومي. الدراجات ثلاثية العجلات بانتظارك. ثمن الرحلة لا يتجاوز 5 دراهم، والوجهة: حي الولفاء، الحي الحسني، سيدي معروف، وليساسفا. المواطن يفسر هذه الظاهرة: حاج خويا طاكسيات غانيين، بنادم اللي كيبغي يركبها في طريق بوط رخيص، ولكن راه على حساب المادية عاوشان، على حساب الفلوس. اخويا كلشي كيتشكى حتى حنا الطوموبيلات. انا ديجا يلاه لقاتني واحد اللور كنت واقف. هادشي ديال التريبورطوات كاين فيه اشكال، فهمتيني، ولكن راه بنادم كيترزق ما عندك ما دير ليه، فهمتيني. راه السوليسيون خصها تجي من الفوق ماشي من التحت، فهمتي. بنادم كيدبر على راسو، شنو تحرمو من رزقه، ما عندك ما دير. النقل السري بالبيضاء ظاهرة تشكل خطورة على المواطنين لما تعرفه من مشاكل، خصوصا على المستوى القانوني. فعالية المجتمع المدني تضع علامة استفهام كبيرة. هاد الناس هادو اللي كيشكلوا خطر كبير على الناس، على المواطنين اللي كيركبوا في هاد الدراجات لا ثلاثيات العجلات او لا النقل السري خلال السيارات اللي هي ما معروفش المصدر ديالها، وما معروف شكون السائق ديالها، وما معروفاش هي كمركبه كتجول في شوارع مدينه الدار البيضاء، اللي بصراحه لانها كتشكل امن واستقرار ذلك المواطن اللي كيطلع وما عارفش مع من طالع. وهذا في حد ذاته هو إشكالية من الإشكاليات الكبرى اللي كتعاني منها مدينة الدار البيضاء، خصوصا في هذه المناسبة هذه ولا في هذه الظرفية. بصراحة احنا كفعالية مجتمع مدني دائما كندقوا ناقوس خطر من خلال توجه السلطة المحلية، من خلال السادة المسؤولين، باش يكونوا ويضربوا بيد من الحديد من هاد الناس هذا. على طول الشريط الساحلي لعندياب تسرق نظراتك طوابير من المصطافين ينتظرون سائقي هذا النوع من المركبات، مفضلين إياهم على باقي النقل العمومي.